القانون الجديد للإيجار القديم قانون دستوري ولا غير دستوري؟ كتير من الناس اليومين اللي فاتوا يا جماعة بيقولوا إن القانون الجديد للإيجار القديم هو قانون غير دستوري، وبيستندوا في كلامهم على أحكام المحكمة الدستورية العليا سنة 2002 واللي تم التأكيد عليها في سنة 2011، وبيقولوا إن كمان حكم المحكمة الدستورية في سنة 2024 كان بيتكلم عن زيادة الإيجار فقط، ما تكلمش عن الإخلاء أو الطرد. فبالتالي القانون الجديد قانون مخالف للدستور. بس خلينا أوضح لكم الصورة من أولها للنهاية علشان نبقى كلنا فاهمين المشهد كامل. نبدأ من الأول خالص. في سنة 2002 المحكمة الدستورية العليا قالت امتداد عقد الإيجار لغير المستأجر الأصلي من غير ضوابط ولا نهاية زمنية بيخالف مبدأ المساواة وبيعتدي على حق المالك في ملكه، لأن القانون وقتها كان بيخلي المستأجر والميراث يفضلوا في الشقة مدى الحياة كأنها بقت ملكهم، وده ضد الدستور اللي بيكفل حق الملكية الخاصة. ده حكم المحكمة الدستورية العليا في سنة 2002. نيجي لحكم المحكمة الدستورية العليا في 2011 وأكد نفس المعنى وقال إن استمرار الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار القديمة بينتج عنه إخلال بالتوازن بين المالك والمستأجر، وإن العلاقة دي لازم يكون ليها حد، لأن العقد في الأصل بيقوم على إيه؟ مبدأ الرضا ما بين الطرفين، مش الإلزام الأبدي لطرف واحد، لأن في الأول وفي الآخر ده اسمه عقد إيجار، انتفاع بوحدة عقارية لمدة زمنية محددة، مش عقد تمليك. نيجي بقى لأحكام المحكمة الدستورية لسنة 2024 واللي ناس كتير لحد دلوقتي فاهمينه غلط أو بتستخدمه في غير معناه الحقيقي. المحكمة هنا بقى ما تكلمتش عن الطرد أو عن الإخلاء، لكن كانت بتتكلم عن الأجرة الثابتة اللي بقالها عشرات السنين من غير أي تعديل. المحكمة قالت إن تثبيت الإيجار بالشكل ده فهو ظلم صريح للمالك وبيخالف العدالة الاجتماعية، لأن القيمة الإيجارية وانتم كلكم عارفين بقت لا تتناسب مع الأسعار ولا مع حقوق الملكية. فأقرت المحكمة إن تثبيت الأجرة لمدة طويلة غير دستوري. يبقى المحكمة في 2024 أقرت إن تثبيت الأجرة لمدة طويلة هو قرار غير دستوري. نكمل الحكم وإن لازم يكون في آلية عادلة لتعديل القيمة الإيجارية من وقت للتاني بحيث يتحقق التوازن ما بين الطرفين. لازم يكون في آلية عادلة لتعديل القيمة الإيجارية من وقت للتاني بحيث إن نحقق التوازن ما بين الطرفين المالك والمستأجر. طيب نيجي بقى للسؤال اللي الكل بيسأله بعد الأحكام دي كلها، هل القانون الجديد للإيجار القديم قانون دستوري ولا لأ؟ وفقا للأحكام دي القانون الجديد هو قانون دستوري، لأن المشرع هنا أخذ في اعتباره كل الأحكام اللي صدرت من المحكمة الدستورية عبر السنين. يعني لما حدد مدة 7 سنين وسمح للمالك أنه يسترد الوحدة بعدها، ده مش قرار اعتباطي ولا ظلم، بالعكس ده تطبيق عملي لمبدأ العدالة اللي أكدت عليه المحكمة نفسها، لأن ما ينفعش علاقة إيجارية تستمر مدى الحياة وفي نفس الوقت الدولة ما سابتش المستأجر، بالعكس هي حطت حلول بديلة وسكن بديل وبرامج إسكان اجتماعي مخصوص للناس اللي محتاجة بدائل. وتكلمت في فيديو مخصوص عن البدائل السكنية لمستأجرين الإيجار القديم، ومنها الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي موجود هنا على القناة، تقدر إن انت تراجع الفيديو. يبقى ملخص كده، اللي حصل في القانون الجديد هو تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر مش طرد، وده جوهر الأحكام الدستورية اللي انتوا بتستندوا عليها سنة 2002 لحد سنة 2024. المالك ليه حق في ملكه والمستأجر ليه حماية اجتماعية، والمشرع هنا وفي كل الأوقات بيوازن ما بين الاتنين من غير ما يظلم طرف على حساب التاني.
يبقى المحكمة في 2002 و2011 رفضت الامتداد الأبدي، ده رقم 1. المحكمة في 2024 رفضت تثبيت الأجرة. والقانون الجديد للإيجار القديم وهو القانون رقم 164 لسنة 2025 جمع ما بين الاتنين ونظم العلاقة على أساس عادل. يعني اللي بيقول ان القانون الجديد هو قانون غير دستوري محتاج انه يراجع الاحكام كويس، لان المحكمة الدستورية العليا ما قالتش ما ينفعش تنظيم العلاقة، بالعكس هي قالت لازم تنظيم عادل، وده اللي الدولة فعلا بتعمله. طيب اخر نقطة ارد بيها على الناس اللي بيقولوا ان تم الطعن الرسمي على عدم دستورية القانون الجديد، أحب أوضح لحضرتك المعلومة إن تم رفع قضية بعدم دستورية القانون الجديد، ولكن لم يتم النظر فيها بشكل نهائي، لم يتم البت فيها بصدور حكم. لحد دلوقتي لسه القضية دي تحت المراقبة، يعني تم تأجيل نظر الجلسة ليوم 22/11 من الشهر الحالي. وفي الآخر يا جماعة لازم نفهم إن القانون مش ضد المستأجر ولا ضد المالك. القانون هدفه أن يرجع التوازن ما بين المالك والمستأجر.